لو اللبن راب عندك او قطع اوعي ترميه. تعالي اما اقولك هنعمل بيه إيه. هنعمل النهارده وصفه روعه جدا، تنفع للفطار او كمان للعشاء، او تنفع لاولادك لو هم داخلين على المدارس. موسم المدارس قرب، كل سنه وانتم طيبين. نقدر نعمل وصفات مختلفه بديل السندوتشات والروتين اليومي كل يوم. اتمنى لو اول مره تزوروني في قناتي تنوروني بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الاشعارات الجديدة. واتمنى كمان ان انتوا تحطوا لي لايك وكومنت بالصلاة على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة في حياتنا. وبشكر كل الناس اللي بتدخل عندي على القناة، وكمان بشكر الناس على الكومنتات الجميلة، وبقول لهم ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. النهارده معايا لبن راب قطع مني على البوتاجاز، غليته ونسيته قطع. هرميه؟ لا مش هرميه، مش هنرمي حاجة، الحاجة بقت غالية. كيلو اللبن النهارده بقى ب30 جنيه، يعني حرام لما يترمي. جبت ايه؟ جبت كيس خميرة، وجبت نص كوباية مية. المية فترة مش ساقعة ولا سخنة، فترة يا دوبك بس ايه زي دمعة العين كده. وحطيت معلقتين من السكر، وهبدأ أدوب الخميرة مع السكر والمية علشان أعرف إن الخميرة متفاعلة. ولازم أعمل الاختبار ده لأي نوع خميرة، إذا كانت خميرة فورية أو خميرة بيرة، الخميرة اللي هي بتاعتنا العادية. ودلوقتي هغطي الخميرة بتاعتي علشان تتفاعل، وبعد كده هبدأ أشوف هعمل إيه. معايا 2 كيلو دقيق، طبعا جايبة دقيق متعدد الاستخدام. أنا طبعا بعرف بتاع السوبر ماركت إن أنا هعمل بالدقيق دوت معجنات، لان في دقيق للعيش وفي دقيق للمعجنات اللي هو للقرص والفطير وكمان للكحك والبسكوت. طبعا لازم اعرف بتاع السوبر ماركت عشان يديني الدقيق اللي هو لاستخدامات المعجنات او الكحك والبسكوت زي ما قلت لكم، او للفطير دايما بعرفه. وهنا هبدا انخل الدقيق، لازم انخل الدقيق، ما ينفعش ان انا اجيبه كده واستخدمه على طول، لان ساعات بيكون مخزون في المخازن او كمان في المحلات يجيبوا كميات كبيره. وفي الوقت دوت ممكن يكون في اي حاجه انا بتفاداها بالمنخل، او بستخدم المصفى ديت جميله جدا خفيفه، وانا بستخدمها على طول لانها ما شاء الله بتكون ممتازه معايا. طبعا هبدا انخل كل كميه الدقيق. في الوقت ده كان خلاص الخميره عندي اتفعلت، وكمان معايا شويه ميه فاترين كده، انا كنت مدفياهم على البوتاجاز عشان لو احتجت طبعا ميه للعجن. وكمان سيحت كوباية من السمنة، طبعا اي نوع سمنة انتوا بتستخدموه. انا بحط على الكيلو الدقيق كوباية من المادة الدهنية اللي هو مج الشاي اللي هو 250 جرام، تمام. وكمان هنضيف ايه على الدقيق دوت. انا جبت كيس كيك شيف. ما تجيب البيكنج باودر بيكون نتيجته اقل من الكيك شيف. الكيك شيف بصراحة في المعجنات او في الكيك بيكون نتيجته افضل، وانا ما عندش بستخدم الا هو بصراحة. كمان معايا كيس لبن بودر. كيس لبن بودر دوت بيدي طعم للمعجنات رهيب جدا بصراحة، بيفرق جدا في طعم اي نوع معجنات انا بعملها. بحب احط كيس اللبن البودر، حتى لو انا عاملة بلبن حليب او بقشطة لازم اضيف كيس لبن البودر، بيفرق جدا في الطعم. ضفت ايه دلوقتي على الدقيق؟ ضفت ربع معلقة من الملح، هضيف كيس لبن بودر، وكمان كيس كيك شيف هضيفه، لان طبعا زي ما قلت لكم كيك شيف واللبن البودر. وهضيف كمان معلقه من الخل، دول بيعملوا كمحسن للعجين، بيخلوا العجينه معايا قطنيه وبتكون هشه وجميله جدا، وكمان بيكون خفيفه. بيكون العجينه معايا قطنيه وخفيفه كده، ما بتكونش تقيله كده. انا بوريكم الخميره متفاعله اهيت. الاختبار دوت بيكون جميل جدا للخميره. اختبرتها، وهبدا دلوقتي انزل بمعلقه من الخل، وهبدأ ألم كله مع بعض. وأنا حطيت إيه؟ حطيت الخل، وحطيت اللبن البودر والبيكنج باودر وذرة ملح، معلقتين من السكر، وحطيت الخميرة اللي أنا عملت لها اختبار، وحطيت كمان اللبن الرايب. هبدأ ألم كل المكونات بتاعتي مع بعض كده، لسه ما ضفتش المادة الدهنية. هبدأ ألم كله كده، لو احتاج مية بديلها ذرة مية صغيرة علشان طبعا العجينة بتاعتي تكون كلها ما فيهاش دقيق. وببدأ ألم كله، ما بزودش مية كتير ولا مواد سائلة علشان ما احتاجش دقيق. طبعا ببدأ ألم كله كده زي ما انتم شايفين. هبدأ في الوقت ده زي ما بوريكم كده العجينة يدوبك لما نفسها بنفسها كده. سيحت كوباية من السمنة، أي نوع سمنة تفضلوه حطوه. السمنة بتطعم العجين، الزيت بيدوله خفية وطراوة وهشاشة كده، وبيخلي العجينة معايا قطنية. هضيف كوباية من الزيت وكوباية من السمنة، طبعا أنا عارفة المعيار بتاعي اللي أنا بحط عليه.
طبعا العجينة دي بتكون عجينة قطنية وطرية وجميلة جدا، وبيكون طعمها ممتاز وفوق الممتاز. وهبدأ ألم كله كده، هنزل على الأرض أعجنها عجن مبرح علشان طبعا أقدر أتحكم فيها شوية. العجينة معايا شفتوا زي الزبدة، هريحها نص ساعة وارجع لكم. طبعا في الوقت ده كانت ارتاحت نص ساعة بس، مش هكتر لأن أنا معايا اللبن البودر والكاكشيف والخميرة، وكمان معلقة الخل، دول محسن بيساعدوا العجينة معايا تقوم بسرعة وترتفع. بقول لكم العجينة قد ايه ناعمة وجميلة، وكمان ريحتها روعة وممتازة جدا. تقدري تستخدمي اي نوع سمنة انت عندك، يعني ما تتأيديش بحاجة معينة. انا عاملاها بسمنة من الصفيحة عادي، ما فيهاش اي مشكلة، وكمان بزيت التموين. يعني مش لازم ان انا اتأيد واروح اشتري حاجة مخصوصة من بره عشان اعمل حاجة لاولادي. في الاول والاخر احنا اللي هناكلها انا واولادي وبيتي، يعني مش هبيعها. وهنا بدأت كده غسلت السجاد بعد ما ريحتها نص ساعة كمان، يعني بعد ما قطعتها سبتها كده لحد ما ترتاح، وخدت من اول كورة انا عملتها. وهبدأ كده على طول افرد عجينة معايا بتتفرد بسرعة وبطريقة بسيطة كده، لان طبعا انا مريحاه. وكل ما بتريحوا العجين يا دوبك بس يرتاح، مش هخمر تاني. يعني انا خمرت نص ساعة وقطعته كده، على بال ما خلصت التقطيع كان قاعد حوالي ربع ساعة بقطع فيه. وبعدين هرجع اخد من اول كرة انا عملتها بتكون ارتاحت. على طول هفرد اول صاج معاكم، هنشوف هنفرده ازاي. وفي الوقت دوت لو انت عاوزه تضيفي اي حشوه بقى تقدري تضيفيها. لو عايزه تحطي جبنه اسطنبولي تضيفيها، ممكن تحطي جبنه قريش وعليها شويه زيتون شويه زعتر. عايزه تضيفي لانشون، عايزه تضيفي اي حاجه تقدري تضيفيها. عايزه تعملي كمان حشوه السكر والقرفه تقدري تعمليها وتحطي على وشها سمسم، بتبقى عامله زي قرص الافراد، بتكون جميله جدا. وهنا انا عاملاها ساده لان طبعا هنستخدمها للفطار او للعشاء جنب كوبايه شاي بلبن او حته جبنه اسطنبولي، بتكون بصراحه جميله جدا. وحاجه انت عاملاها لاولادك في بيتك، ضامنه نظافتها وضامنه جودتها، وعارفه انت حاطه فيها ايه وعامله لهم فيها ايه. بصراحه الحاجات دي بقت غاليه جدا بره، وما بقتش بنفس الجوده اللي احنا بنعملها في البيت. زي ما انتم شايفين اول صاج ما شاء الله اتفرد معايا بكل سهوله. هعمل بقية العجينة وارجع لكم علشان نشوف هنعمل مع بعض ايه. طبعا هنا انا بدي كان عندي كده دهنة سمنة في قلب او دهنة زيت في الكوباية، قلت كده ما ايه بالفرشة كده ما امسح الصاج، لان طبعا غسلة الصاجات دي ومنشفاها. وهنا كنت خلصت تقطيع الكمية كلها ما شاء الله. الاتنين كيلو دقيق ما شاء الله ما شاء الله رمولي كمية ممتازة جدا، 3 صاجات. والصاج الصغير ده حاجة يعني روعة، وكمان القرصة حجمها كبير مش صغير، ممتازة جدا ريحة وطعم ونظافة وحاجة مفيش بعد كده. حطيتوا اللايك ولا لسه بتتفرجوا؟ لو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك بقى، واكتبوا لي كومنت كده جايب منكم يشجعني ان انزل لكم وصفات كتير. وسبتها نص ساعة كمان ترتاح، وبعد كده ولعت الفرن وطلعت على طول علشان اسوي اول صاج. طبعا انا سويت اول صاج بس الكاميرا كانت فصلت، مخدتش بالي ان انا ما صورتش. زي ما انتم شايفين ممتاز جدا. وقت خرجت ودخلت الصاج التاني، عايزه اقول لكم هي لسه خارجه من الفرن سخنه جدا، مش عارفه حتى اقطعها بايد ولا عارفه امسكها. عايزه اقول لكم قد ايه هي طريه وجميله وريحتها روعه وطعمها فوق ما تتخيلوا. طبعا بألف هنا وشفاء لكل اللي كل منها. استودعكم الله الذي لا تضيع